المسافة هو طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع بداية الحركة إلى موضع انتهاء الحركة. ليه تعريف تاني؟ لسه قايلينه. هنجمع ايه؟ مجموع الأطوال التي تحرك بها. يبقى المسافة لها كم تعريف؟ 2. التعريف الأولاني لسه قايلين، التعريف الثاني للرياضة، مجموع الأطوال التي تحرك بها الجسم. مش فاهم يا مستر؟ والله هفهمك تاني. يبقى ما هو تعريف المسافة؟ هو طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع بداية إلى موضع نهاية، أو مجموع الأطوال إن اللي الجسم مشى. الإزاحة بقى هي مسافة بس ليها اتجاه، ما كمية متجهة. خلاص؟ يبقى عندك الإزاحة هي المسافة التي يقطعها الجسم في اتجاه ثابت. خلاص؟ يبقى ما هي الإزاحة؟ هي المسافة. هي مسافة بس مش مسافة فعلية بقى، المسافة في اتجاه. الاتجاه ده منين يا معلم؟ من موضع البداية إلى موضع النهاية. أنا ماليش دعوة أنت مشيت قد إيه، أنا ليا دعوة ما بين بدايتك وبين نهايتك، وبعد كده بطرح المسافة. يعني لا تعريف تاني؟ هو الفرق بين نقطة البداية ونقطة النهاية. الفرق ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. الجسم تحرك من ألف لباء، طبعا ده في اتجاه الشمال. خلاص؟ ثم تحرك من باء لجيم في اتجاه الشرق، ثم تحرك من جيم لدال في اتجاه الجنوب، ثم توقف. طيب يبقى بدايتنا فين؟ بدايتنا ألف. نهايتنا فين؟ نهايتنا دال. خلاص؟ طيب لو عايز المسافة هنجمع المسافات دي كلها. 1 اللي هي من ألف لباء، زائد دي لدي اللي هو الشرق، من زائد مين؟ من ب لج، زائد من ج جنوبا بس ب من ج لدال، اللي هو المسافة اللي مشيها. الإزاحة بقى أنا ماليش علاقة بكل اللي مشاه. أنا كل علاقتي منين؟ من نقطة البداية لنقطة النهاية، أكثر خط مستقيم من نقطة البداية لنقطة النهاية. يبقى الإزاحة ألف دال. طبعا ناقصة اتجاه، صح؟ وإزاحة، صح؟ طيب هنا رايح فين؟ أكيد نقطة البداية ألف، نقطة النهاية دال. دال بالنسبة لألف شرقها. هتقول لي يا مستر ما هو طلع شمالا وغربا، انا ماليش دعوه باللفه دي كلها. انا كل علاقتي بدأ فين وانتهى فين، والنهايه بالنسبه للبدايه ايه. والسؤال ده جميل قوي. بيقول لك امتى المسافه تبقى زيها زي الازاحه. خلاص؟ بص يا جماعه عشان خاطر بس نختصر الرموز. ف كلنا عارفين، او فاء يعني مسافه. طيب ف سهم يعني مسافة وليها اتجاه، يبقى أكيد دي إزاحة. امتى بقى يا صديقي المسافة هتساوي الإزاحة؟ يعني مثلا لو أحمد مشى 50 متر شمال، وأخوه التاني محمد مشى 50 متر شمال، يبقى إيه اللي حصل؟ هنا 50 وهنا 50، هنا متر وهنا متر، هنا اتجاه وهنا اتجاه. يبقى 50 متر و50 متر، يبقى دي مقدار ومقدار، يبقى لهما نفس المسافة. طب شمالا وشمالا يبقى لهما نفس الاتجاه. يعني من الآخر امتى المسافة تبقى هي الإزاحة؟ عندما يتحرك الجسم نفس المقدار ونفس الاتجاه وفي خط مستقيم. امتى بقى الإزاحة بتساوي صفر؟ عندما نقطة البداية بتكون هي نقطة النهاية، أو تتطابق نقطة البداية مع نقطة النهاية، أو يعود الجسم إلى نقطة بدايته.